السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وصفة جديدة من وصفات الشيف خلود. النهاردة هنعمل مع بعض الشيبسي السوري. معانا كده 3 كوبايات من الدقيق، ومعانا كده معلقة كبيرة خميرة فورية، ومعانا معلقة كبيرة من الصلصة، و3 معالق من الزيت، وكوباية مية. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل. اول حاجة كده للشيبسي غفران، حطيت كده الصلصة والزيت ومعايا كوباية مية، احط حبة بحبة. وزي ما احنا شايفين الشيبسي بتاعنا، انا كده بلم حبه بحبه بايديا جميع المكونات واحطها على الرخامه عشان اعرف اتحكم فيها. احنا شايفين كده الشيبسي بتاعنا الجميل، احطه كده يختمر واحط كيس واغطيه. وزي ما احنا شايفين كده احنا مقسمين كده الشيبسي بتاعنا ل3 فطاير، ادي فطيره وادي 2. هنشكل بقى دلوقتي. وزي ما احنا شايفين كده احنا مقسمين كده الشيبسي بتاعنا ل3 فطاير، ادي فطيره وادي 2. هنشكل بقى دلوقتي. احنا شايفين كده بالنشابة دورتها، هحطها بقى في الصينية. تعالوا نعملها مع بعض. زي ما احنا شايفين كده اهوت، انا دلوقتي حطيتها كده. دلوقتي بقى هجيبها كده، هقطعها كده 4/4 العجينة بالراحة كده. زي ما احنا شايفين كده اهوت، ما شاء الله. انا كده قطعته وحطيت حبة البركة عليه، تحفة. دلوقتي هسيبه بقى يختمر كده، وبعد كده اولع اسويه واوريهولكوا. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله الشيبسي كده السوري حاجة كده تحفة. اذا كانت الوصفة عجبتكم متنسوا الاشتراك في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخي اول باول. شايفين ناشف كده وجميل، شايفين قوامه هو حاجة كده تحفة.